احنا في عز الظهر الشمس يا دكتور. انا خلاص هتجنن نظريا. لا مظبوط، لكن اكيد في حاجه ناقصه. ايه النظريه الثانيه يا دكتور؟ اكتر من 7300 مره، كل مره في حاجه ناقصه. هتجنن. انا سمعت ان كنزولي حياتي الاسلام. المهم قول لي، سمعت ان ارجنتاين بيسرق منه الدولار. يا جماعه انا النهارده حلمت خير اللهم اجعله خير. يا حول الله. الكيميائي مشهور وكل دول العالم بتتهافت عليا مين يشتري ابحاثي وانا رفضت. ما انتوا عارفين ايه ده؟ ما انتوا عارفين اصل انا حبيبتي هنا وما اقدرش اسافر واسيبها. يا سلام وبعدك بالرخيص كمان. انا متاكد انها هترجع لي، انا متاكد انها هترجع لي. الله يا جماعه يا جماعه ده بعد طول على الأقل 230 شهر ما خرجتش من المعهد. صحيحه باينه يا ابو حسين. هو البحث بتاع حضرتك كان بيتكلم عن ايه؟ ده مش مجرد بحث يا عيني. ده المحلول اللي انتم شايفينه ده اخدت منه شويه يرجع بيه لورا. ملايين. انا اقصد انه يرجع الزمن لورا. يعني زي قد الزمن كده يا بروف. يعني حاجه زي كده. قولها. بتسألني وترجعني بطل تاني كمان. مين يجرب؟ انت تجربي؟ او انت تجرب؟ ولا لازم حد يجرب؟ مين؟ انا. انت؟ انا عايز ارجع طفل تاني. زمان وانا صغير كانت اي حاجه بتبسطني، كان ليا احلام واسعه وطموح، لكن ما كنتش بعرف حدود الواقع. حتى لما كنت بحب حب غريب ما يعرفش يعني ايه تكلمت بقى او اوقات. انا عايز ارجع طفل تاني. ارجوك يا بروف لازم ترجعني طفل تاني. للاسف يا كيميائي المحلول ده حبه صغيرين. مش هتكتب كتابه اكيد، بس هو حبه صغيرين ومش هيقدر يرجعوك غير لسن الجامعه. علوم علوم يمكن لما ارجع علوم تاني اقدر احقق احلامي. هات يا روبي. استنى لازم كلهم يعرفوا الحقيقه المره. ايه؟ انت لو شربت المحلول ده مش هيأثر عليك لوحدك،
ابسولوتلي منك وهتتصرف في علوم تاني يا معلم. ما ينفعش يا جماعه، انا ورايا مؤتمر صحفي. لا علوم يعني هي علوم ولا لقطه؟ يلا يا رجاله بسم الله. صحه وعافيه لله. لو جاي على علوم انزل لامك وصيه انك صاحب اكيد ارجوك يا فندم انا عندي سيكشن ومستعجل جدا بعد اذنك. بعد اذنك ايه؟ حد قال لك تنام لي بالليل وتصحى متاخر؟ مش هتقدر تشتغل الا بالكارنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. كان ايه يا استاذ؟ بقول لك بقالي ساعه لسه ما دفعتش المصاريف. هو كده وعلى راي المثل الجنيه غالب الكرنيه. يلا حبوني يا عالم، حبوني يا دكاتره، حبوني يا ناس، خدوا مني يا عز ما عنهم. خدوا منك ايه؟ البيوريتي وهزته هزت قلبي معاه. خدته واقف في التلاتينة. خلاص والله العظيم دفع المصاريف. ايه يا ماو مالك؟ عامل كده ليه؟ انا بتعمل علوم حر ما وكده. ضربت عشان تتقوي. ما ضربتش يا عم. لا ضرب يا عم. والله ضربت. لو سمحت يا استاذ انت باين عليك كده بتاع ربنا والنور طالع من وشك. لو سمحت يعني انك قديم في علوم انا لسه جديد ممكن تقول لي اروح شؤون الطلبه منين؟ ها؟ شؤون الطلبه؟ عايز تروح شؤون الطلبه؟ يا ريت سنة سهلة يا صاحبي. قول لي يا سيدي. بص يمين في شمال تمرين وانت العودايه والعودايه لف الاول والثاني مش هتعتمد على طول هتلاقيها هو بلدي الكليه هتلاقيها هو بلدي انت اللي هناك انت اللي هناك انت اللي هناك لسه يا عم. وبعيد اليوم يا استاذ ما يصحش كده. خلاص انا قلت يا استاذ حضرتك كده يعني راجل كمل. قال لك انت في قسم ايه؟ كلماتي يا من اول يوم رايح علوم الاقي الاشياء دي. يا استاذ لو سمحت ممكن هو انا لسه قلت لك حاجه؟ انا ما اعرفش. انا عارف انك تيجي تسالني فين شهور الفصل وتيجي بعد ترم تقول لي اعمل ايه في تسجيل المواد. اصل انا جبت ايه في البحث مستوى الكورس بيتاخد فيه ايه؟ طب المرشد الاكاديمي فين؟ اصل انا بروح له مكانه مقفول. طب اروح محرم بيه ازاي؟ طب هو انا ينفع اسجل اكتر من 21 ساعه؟ طب تيجي بعد كده بعد ترم تيجي تقول لي هي سبيشال بتاخد من كام؟ هو انا ينفع اسجل اكتر من 21 ساعه؟ تيجي بعد كده تقول لي هو الحاسب والاضافه كيس ولا لسه؟ هي الماده كام؟ 355. ايه متطلبها الصابر ده؟ ايوه منزلينه في
الكليه ينفع عنده معاه صاحب؟ اصل انا مسافر مع بابي الامارات. هو مين اللي بيحط الجدول؟ اصل انا جدولي صعب موت. انا كتابي في الظهر ام ايه حول ولا قوه الا بالله. انا عايز اقول لك حاجه يا عم، هي كده ولا صعب لا انا صعب. يعني واضح على حضرتك كده ان انت راجل طيب وابن حلال. ربنا يحنن عليك. الله يرزقك. هو حضرتك قسم ايه في الكليه؟ انا حيوان. يا استاذ انا ما بتفرجش على نوعك. يا استاذ ما يصحش انت راجل محترم. حشرات كمان. يا فندم انا حيوان. انت اضرب نفسك، انت اضرب نفسك. انا كنت عايز اسالك سؤال بسيط. انا من اول ما حضرت محاضراتي والمواد اتكتبت عليا ومش عارف اذاكرها، قول لي اعمل ايه؟ انا هشرح لكم كل حاجه بالظبط، بس انتوا ما تنسوش تبلغوا زمايلكم الميعاد النهارده في المركز الساعه 6. يلا بقى باي يا شباب. لو سمحت يا دكتور، هو حضرتك دكتور نيازي الانتهازي اللي بيدي كورسات؟ ليه؟ اصل انا كنت عايز حضرتك بس تشرح لي الحته دي. طبعا يا فندم. دي تكون لسه برضه زمايلك بيسالوني عليها من شويه. ربنا يخليك. بص يا سيدي، ايوه انا اقول لك انت عارف عنوان المركز ولا اقول مركز؟ لا يا دكتور، انا بصراحه ما بحبش اخد كورسات. ما بنحبش ايه يا اخويا؟ ما بنحبش ايه؟ يا دكتور مش حضرتك قلت لي هتشرحها لي؟ خلي الدكتور في المحاضره يبقى يشرحها لك بقى، يبقى يشرحها لك. يا دكتور انا ما بحبش الكورسات يعني. يا دكتور ايه يا عم صدقني، الناس دي ما ينفعش معاها الذوق. الناس دي ما بتجيش غير بالعافيه. عشان كده انا بدعوك يا رفيق، انت وكل طالب في الكليه لمظاهره حاشده دلوقتي قدام النافوره. استعمل ايه؟ قصدي يا بترفد. لا يا عم بترفد لوحدك، انا جاي علوم عشان اتعلم وبس. ايه؟ تتعلم؟ هنا؟ في علوم؟ ايوه يا عم. احب انا عايز اولع بقى. خلاص اتحمرت لنا خلاص. هو يعني خسرنا اللعبه بس المزاج. ده حلو الكلام. اللعبه خلاص قدموا. والله العظيم ما فاهم منك ولا كلمه، ومش هتفهم كلمه لان هم مش عايزينك تفهم. هم مين؟ هم مين؟ هم مين؟ يا عم هم مين اللي عايزين يفهموني؟ هم مين؟ مين اللي عايزيني في الكليه ما فعلش شيء؟ بص ابعد عني، ما اعرفش اقول حاجه، ما اعرفش. بس يا عم اديني بعد المسرحيه الله يخليك. طلع على فين؟ انت تعرف تقول لي سبب واحد يخليك حابب الكليه دي؟ انا هتصدقني لو قلت لك ان انا حاربت الدنيا كلها عشان ادخل علوم، وقفت قدام اهلي وقلت لهم لا، علوم بعد الثوره اتغيرت كتير، وعلوم هتاخد مكانتها من الكليات، وان مصر محتاجه علماء وهي مدبرين. انت مخدوع. صدقني الامل لسه موجود، صدقني ابتسم يمكن الامل يرجع تاني. صدقني مطالبنا كلها هتتحقق. بكره كل حاجه فيك. انت ازاي بتحبها؟ ايوه بحبها، بحب علوم. الله، وعشان اثبت لك اني بحبها انا هاجي معاك باختصار عشان نغيرها سوا. ايوه اشرب اعمل عفلام يا عايزين حقوقنا، عايزين حقوقنا، عايزين حقوقنا. اضرب 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 اضرب. عايز خلي العالي يطير، عايز خلي العالي يطير. اللي ساكت ساكت ليه؟ اللي ساكت ساكت ليه؟ خدي حقك ولا ايه؟ خدي حقك ولا ايه؟ يلا ساكت ليه؟ خدي حقك ولا ايه؟ خدي حقك ولا ايه؟ خدي حقك ولا ايه؟ خدي حقك ولا ايه؟ ساعة السمر بمياه. ساعة السمر بمياه. أهلا
اهالينا مش حراميات، اهالينا مش حراميات يا جماعه. يا جماعه كفايه اتصالات بقى يا جماعه. هي كليه هتعمل ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ احنا عارفين يا بيه. انت هتقفل المجمع، انت فرق من وقت الجيش، انت قلت احمد طلعت شويه. علشان اتفرج على المحاضرات المحاضرات اخر السنه بخش الامتحانات ما كنتش بفهم اي حاجه. انا كنت في البراله يا علوم، انا كنت في البراله يا اصدقائي، انا كنت في البراله، كنت في ماله ده يا جدعان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماله ده؟ انا مش فاهم حاجه، ماله؟ انا سمعت ان هو جاب واسطه وحول بيولوجي وتلعب بالبنات. قال لك ما بديهاش بقى، راح نحول جيولوجي. محاضرة جيولوجيا خد سيكشن هو بس. يا صاحبي هو الموقع لسه واقع. يا صاحبي عملت كونفيرم ولا لسه؟ انا مش فاهم ايه لازمه ان اسجل على النت واعمل الكونفيرم من هنا؟ ما هي دوامير وخلاص، حاجة تجنن يا أخي. سمعون سمعون الكبير وصل. الطلبة اللي هم أولادي بدأوا يعبروا عن رأيهم، ولا بما إني أنا أبوكم وبعملكم كأبوكم فأنتم ولادي ومن حقي إني أربيكم. الأمين وحققوا كل المطالب من أجل مصر والوطن العربي، والسلام عليكم. شفت يا سيدي؟ هي دي كلها اللي بتحبها، هي كلها وعود خلاص. صدقني كالعاده اتمرمطت يا عم، صدقني كل حاجه هتتحل بتوعيه. هي ايه دي اللي هتتحل؟ هي ايه اللي هتتحل؟ الطالب الغلبان يجيب فلوس منين؟ انت عارفك اللي بيحصل ده يا اخي؟ وانا مالي يا عم؟ هو ما فيش غيري في الكليه؟ مش انت اللي شربت محلول الزمن ورجعتني هنا محلول تاني؟ انا دماغي بتوجعني، مش قادر. يا ريتك ما شربته يا اخي، باخدنا عايشين مجانين زي الفل. كنت قلقت انت الهم اللي في علوم بالك بالله. وده السمر كورس 8 ساعات، يعني لو فضل معاه 8 ساعات يدفع 800 جنيه. تعرف ليه؟ عشان الساعة 100 جنيه. انا كل ما اخش معمل الاقي ادوات متكسره والحاجه متبهدله وقديمه، وفي الاخر المحضره تقول لنا انزلوا هاتوا الادوات بفلوسكم. حاجه مش عارف اقول لك ايه بصراحه. مش قادر. انا عايز البروفيسور ارجوك. انا اهو جنبك. حاسس بايه؟ انت شربتني ايه؟ انا حاسس اني هموت. ما تقلقش ما تقلقش، ده شعور طبيعي لان المفعول بدا ينزل. طن كده انا وهترجع تاني لحياتك وعنبرك ومجانين.